ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. نعمل مع بعض السمك المشوي. لو لسه اول مره بتشوفيني متنسيش تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هعمل معاكم وصفات حلوه جدا وان شاء الله القناه تنال اعجابكم. بس هنا بقى معايا سمك بولتي، انا منضفاه كويس وبس مش شايله منه القشر. اهم حاجه سمك الشوي يا جماعه مش بيتشال منه القشر بتاعه. لما تيجي مثلا وانتي بتجيبيه من عند الراجل بتقولي له نضفولي تنظيف شوي. تنظيف شوي ده اللي هو مش بيشيل القشر من عليه، لان لو شال القشر بتاعه مش هينفع تعمليه مشوي. الرده طبعا مش هتلزق فيه وهو هيلزق في الحاجه اللي انتي بتشوي فيها، فمش هينفع. هنا بقى معايا هجيب اولا اللهم صل على النبي جزرية مبشورة وشوية خضرة متقطعين، حبة بقدونس على كزبرة، ومعايا هنا طماطمايه مقطعة وفلفل حامي احمر واخضر وفلفل احمر حامي اخضر ورومي وفلفل احمر، وهنا عصرت ليمونة. تمام، هقلب بقى الخلطة دي مع بعضها ومنساش طبعا بقى التوم بتاعنا. حط يعني كام فص توم كده حلوين، انتوا عارفين السمك بيحب التوم بس مش كتير برضو. بس ومعايا بقى هنا فلفل وكمون وكزبرة والملح، دي البهارات بس اللي انا بحطها في السمك. عاوزه تجيبي بهارات سمك من عند العطار ماشي مفيش مشكله، بس انا بصراحه مش بحبها مش بجيبها يعني. انا موجوده عندي البهارات اللي هي السمك بيحتاجها وخلاص، ملح وفلفل وكمون وكزبره بس كده. واحط بقى اظبط الملح بتاعي وهقلبه كويس، وده بقى اللي انا هحشي بيه ايه السمك، دي التتبيله بتاعت السمك. وهنا هحط شويه ميه. ليه حطيت شويه ميه؟ لان انا في الاخر محتاجه الخلطه اللي انا عملتها دي تنزل الميه بتاعتها شويه، محتاجه منها شويه ميه عشان هتنفعني في السمك وانا بسويه قدام، هتشوفوا معايا الطريقه. بس هنا لو كنت خلاص ظبطت السمك بتاعي ظبطت الخلطه بتاعتي. وهنا معايا السمك نضيف جدا زي ما انتوا شايفين، وشايلين منه الخياشيم وشايلين منه اي حاجه، والشوكه اللي في الظهر دي واللي في الجناب، بس هو احنا منضفينه من كل حاجه، بس سايبين فيه القشر بتاعه عشان طبعا احنا هنشويه بس. وهنا بقى انا كنت بحشيه بالخلطه. السمك حلو جدا وفيه فسفور واحنا طبعا محتاجين كل مثلا على الاقل اسبوع ان احنا ناكل سمك. السمك بيقوي بينشط الذاكره عندنا وعند اولادنا، فالسمك حلو جدا يعني. وانا بصراحه بحب اعمله في البيت مشوي، بيبقى جميل وبيبقى احسن من اللي بجيبه من بره وبنفس الخلطه. وعلى ايه بقى افضل؟ انا مش عارفه الحاجه دي اتعملت ازاي ولا بكده. كل حاجه كلها سهله، بدل ما هتعملي مقلي وتحطي له توم بقى والكلام ده، لا حطي له شويه خلطه وحطيه على الشوايه ويشفيه وحطيه في الفرن، مش هياخد منك وقت خالص وصحي جدا مش بيتعب. بس هنا بقى انا كنت السمك خلاص انا كنت تبلته كله، واتبقى معايا شويه صوص كده في الاخر، ده انا محتاجاه هتشوفوه انا هحطه على وش السمك لما نيجي نسويه. بس هنا بقى هعمل كن السمك وهعمل معايا بقى الرز الصياديه بتاعي. بعمل الرز بطريقه حلوه جدا، بيبقى طعمه جميل وبيبقى زي بتاع بره واحلى كمان. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله يعجبكم. لو انتوا بقى لسه اول مره بتشوفوني متنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الوصفات اللي انا بنزلها. وان شاء الله وصفاتي تعجبكم. هنا بقى معايا بصلتين حلوين كده كبار. رز السمك بيحتاج بصل يعني بصلتين حلوين، ما تستخسريش يعني في الرز بتاع السمك. بس هو انا بقى لازم يتعمل بالزيت طبعا، مش هينفع يتعمل بالسمنه عشان يبقى مفرط معاكي كده وحلو. بس هحط بقى البصلتين وافضل اقلب فيهم على البوتاجاز لغايه بقى لما ايه البصلايه تدبل معايا خالص وتحمر شويه، مش تتحرق. خدي بالك ان انتي ما تحرقيش البصلايه عشان لو البصل اتحرق الرز هيمرر معاكي. هنا بقى انا كنت خلاص يعني الرز كان داخل في سوا، وانا كنت مولعه على الكتل، كنت غاليه فيه ميه. انا الكتل ما بستغناش عنه يا جماعه. والرز عامه بيحتاج ميه سخنه، واي حاجه دايما اول ما بخش المطبخ بغسله وبملاه ميه سخنه وبسيبه بقى وقت ما بحتاج منه الميه قبلها بروح مشغله عليه كده تسخن شويه واخد منه ميه سخنه. ده بيسرع برضو معايا تسويه الاكل وبيخلينيش اخد وقت ان انا لسه احط ميه من الحنفيه والكلام ده، لا بيبقى بصراحه بيسعف معايا جامد. بس هنا كنت بوريكم خلاص البصله خدت معايا اللون اللي انا محتاجاه، اصفر بس مغمق شويه كده مديه على بني بس مش بني محروق طبعا. بس هنا بقى احط له حبه ميه، مش بحط ميه كتير علشان خاطر على حسب كميه الرز اللي انا بحطها بعد ما بحط الرز بكمل لو محتاج ميه بحط له. بس الرز بقى السمك مش بيحتاج معايا غير ملح وفلفل وكمون بس كده.
وشوية كمون حلوين يعني، لان رز السمك انتوا عارفينه الكمون عامة اساسي السمك او رز السمك. بس هنا كان معايا قرن فلفل حامي قسمته نصين وحطيته برضو على مع المية اللي انا حطيتها بالبصلايه. هسيبها بس تغلي غلوتين لان كده كده المية سخنة. لو انتي مش هتحطي له ميه سخنه حطي له الميه وسيبيه لما يغلي تكوني غسلت الرز. البصلايه بس تتقلب كده مع الميه وتغمق الميه بتاعتنا عشان ده اللي هيخلي الرز بتاعنا يطلع غامق. بس هنا بقى انا كنت غسلت كميه الرز بتاعتي وهحطها في الميه. خلاص الميه غمقت معايا وادت اللون. الرز حلو جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. بس هنا بقى انا الاول ما بحطش ميه كتير علشان خاطر اظبط الرز بتاعي على حسب الكميه اللي انا احطها. بعد ما بحط الرز بقى لو محتاج ميه بحطه. ورز السمك يا جماعه بس كده انا خلاص هظبط الملح بتاعه واغطيه. رز السمك بقى لما يبتدي يتشرب او هو لسه فيه شويه ميه صغيرين كده وطي عليه وسيبيه. ليه؟ لان لو استنيتي لما يتشرب خالص وجيتي وطيتي عليه هتلاقيه لزق منك خالص في الحله. فلا، وهو لسه فيه شويه ميه صغيرين عشان هو بيبقى فيه بصل وكده فبيلزق في الحله. فانتي بقى هو قبل ما يتشرب بحاجه بسيطه روحي موطيه عليه وسيبيه. وبعد كده قلبيه هتلاقيه بقى يطلع معاكي جميل. هنا بقى انا كان معايا الرده بتاعتي وكان معايا السمك. السمك طبعا مش بيتشوي من غير الرده. وبصمه بقى كده، بس اهم حاجه وانا بدوس عليه بالراحه ما اجيش ادوس من عند البطن عشان الخلطه اللي انا حطاها ما تنزلش ميتها وتطلع في الرد. بس دي بقى صاجة ولا جريلا مش عارفة هي ايه بصراحة. بس انا كنت جايباها من عند بتاع الادوات المنزلية دي اصلا بتاعة السمك. يعني انا اسفة جدا على المنظر بتاعها بس والله هي اصلا بتتبهدل من الشوي انتوا عارفين طبعا. اكيد مش هبهدل صينية او هبهدل جريلا في شوي السمك. لان انتوا عارفين طبعا شوي السمك يعني هي محتاجة دي بس انا جايباها للسمك. مش بعمل فيها اي حاجة خالص. وهي مسودة كده طبعا عشان النار بتبقى عالية عليها والسمك بيبقى محطوط عليها بالرد فطبيعي ان هي بتسود. بس انا بقى بغسلها وبركنها للسمك وقت ما بحتاجها بطلع اشوي عليها السمك وبشيلها تاني. هي بصراحة نفعاني وحلوة في كده. هي مش غالية يعني ان انا ابهدلها واسيبها يعني. طب فاهمين؟ هتلاقوها عند بتاع الادوات المنزلية اسمها صاجة شوي. بس هنا بقى انا كنت حطيت السمك بس انا ما حبيتش اطول معاكم الفيديو قوي يعني. وبسيبه شوية لما ياخد مني بصمة من الجنبين. الحروف دي ما تقلقوش ان هي فاتحة كده، ما تقلقوش كده كده لسه هتخش الفرن وهتغمقي معايا. وبصوا والله العظيم طعم خطير، جربوها هيعجبكم جدا. ومش بيتعب خالص بقى ولا في دقة كتير والكلام ده. لا، الحاجات احنا اللي متحكمين فيها الخلطة اللي احنا عاملينها. تمام. هنا بقى انا كنت خلاص ما خدتش وقت معايا على البوتاجاز خالص يعني. كل سمكتين خدوا مثلا اقل من 10 دقايق. مسافة بس ان هي لسه بتتبصم من على من الصاجة. اسفة معلش. بطلعها بقى لان احنا لسه كده كده هنحطه في الفرن. فهو كده ما خدش السوا الكامل معانا. بعدين انا كمان السمك معايا مش جايباه كبير. عايزه تجيبيه الحجم اللي انت تحتاجيه اللي انت تحبيه، دي حاجه ترجع لك انت. يعني عارفين والله يا جماعه السمك دون عند ماما من قبل الغلا والكلام اللي احنا فيه دون. يعني احنا في ايام يعلم بيها ربنا يلطف بينا. الاول بس انا هوريكم انا عملت ايه. انا نضفت بين كل ما مره بعمل بنضف الصاجه عشان خاطر السمك يطلع معايا نضيف وما يلزقش كله في بعضه يبقى فيه بهدله والكلام ده. لا، خلوا دايما الحاجه تبقى نضيفه معاك اول باول. احنا بقى دلوقتي في ايام غلا. واكيد طبعا احنا مش عشان في ايام غلا هنحرم ولادنا من حاجه. لا طبعا. يعني احنا الاول عند ماما كناش بنعمل اقل من 4 5 انواع سمك بجد والله يعني في المره. انواع كتير لازم تتعمل. بس احنا بقى دلوقتي الدنيا بقت غلا. واقل اكلة سمك اقل حاجة تعمليها دلوقتي 150 200 جنيه. دي اقل حاجة تعمليها. دي والاسرة صغيرة يعني اللي هو مثلا على قد انا وولادي وكده 150 200 جنيه ونوع واحد سمك ومش جايبة كتير. فاحنا بقى في ايام ما يعلم بقى ربنا وفي ايام غلا. هل بقى نحرم ولادنا من حاجة ولا نجيب برضو على قدنا ونجيب اللي هو برضو نجيب ونأكل عيالنا واحنا برضو ناكل وكده. بس هاتوا بقى على قدكم وحاولوا توفروا على قد ما تقدروا. لان لسه والله الواحد مش عارف بكره فيه ايه وكل يوم الاسعار بتزيد وكل يوم الدنيا بتغلى. فيعني ربنا يلطف بينا ويرفع عنا الغلاء والبلاء يا رب اللهم امين. هنا بقى دي الخلطه معايا اللي انا كنت شايلاها.
حطيتها بقى، انا خلاص كنت عملت السمك. حطيتها بقى على وش السمك كده بالميه بتاعتها. الميه بتاعتها دي هتطريلي السمكيه شويه وتخلي الطعم يخش فيها من جوه. هنا كان خلاص السمك كان يعني ما شاء الله شكله جميل. دخلته بقى الفرن، قعد معايا في الفرن برضو يجي بتاع ربع ساعة، مش كتير. لو فرنك عالي 10 دقايق. ليه؟ لان هو اصلا السمك مش كبير، وانا كنت مسويه نص تسويه على البوتاجاز، فبالتالي هياخد نص تسويه بس في الفرن. بس هنا بقى، ودي كانت شويه سلطه انا عاملاهم معاكم. عملتهم شويه سلطه. بحب بصراحه احط كل حاجه على السلطه. فلفل الوان وكابوتشا وخضره وبصل وطماطم وجزر وخيار. كل الخضار انا بحب احطه على السلطه. بس وبص بقى، الرز كان معايا ما شاء الله شكله جميل. بحب اعمل شويه اشكال كده بس لولادي عشان يفتح نفسهم. هنا بقى كنت عامله الطحينه بس نسيت اصورها معاكم، التليفون فصل مني. وده الرز. بصوا السمك اللهم بارك كان شكله تحفه. ودي برضو السلطه، يعني كان ناقص بس شويه جرجير يعني، مش ناقص اي حاجه تاني. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وبتمنى اكون خفيفه على قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.